بصوا يا جماعه، انا من باب الفضول عايز اعرف بس الفندق ده بكام في اليوم، ولو عرفت برضو اديكوا رقم التليفون بتاعه تتواصلوا معاه، لان كل شهر مختلف عن التاني. هعمل كده دلوقتي. انا هخش المبنى ده واسال اليوم بكام ورقم التليفون لو امكن. دخلت تمام، ما شاء الله الدنيا جميله قوي جوه، بس السعر بيقولك بيختلف عن شهر وشهر. زي ما قلت لكم قبل ما اخش الفندق بيختلف من شهر للتاني في الاسعار. الفندق ما شاء الله جميل جدا من جوه، بس السعر بصراحة يعني مش تبعنا خالص، يعني مش تبع الناس اللي شبهنا، يعني الناس اللي كحيانين اللي زي حالاتي يعني. اليوم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي النهاردة 30/4/2024. بيقول اليوم ب6000 جنيه. اليوم ب6000 جنيه شامل كل حاجة، فطار غدا عشاء. 6000 جنيه يا جماعة، اليوم الواحد ب6000 جنيه. مش عارف بصراحة، يعني الواحد عشان ياخد اسبوع يبيع بيته وياخد هنا اسبوع، اصل هو مش هيبقى سكن بس. يعني 6000 جنيه اليوم الواحد شامل فطار غدا عشاء، ماشي. وهتتفسح بقية فسحتك هتعملها ازاي؟ عامة انا جبت رقم التليفون اهوت، هو راح فين؟ جبت رقم التليفون اهو، برضه هحطهولكوا على الشاشة عشان هنا ممكن ميبقاش ظاهر قوي. الواحد جاله اكتئاب لما دخل جوه. ده لسه الفسحه لسه. طبعا انا لما دخلت الفندق ده جالي اكتئاب جوه بصراحه. يعني الناس اللي جوه بامانه ربنا تفرح كده، تعرف انت اللي هو تشوف ناس كده نضاف على الصبح كده يعني ما شاء الله. لا الدنيا جوه جميله جدا. لسه اصور لكم الشط والمنظر الجميل بقى بتاع الشط للناس الغلابه اللي زي حالتنا. وبرضه احاول برضه على قد ما اقدر اشوف لكم هنا السكن بكام قدام البحر. العيشه يعني اللي هي العاديه، مش الفنادق، العيشه العاديه قدام البحر مثلا عامله كام برضه في الوقت اللي احنا فيه برضه. لان زي ما قلت لكم ده الشط طبعا شهر 4 دلوقتي، يعني في اواخر 4 احنا في 30/4. ما فيش حد يعني لحد دلوقتي. لسه الناس عشان سألت على العشة جنب اللسان كده بشوية، قالوا لي اليوم ب500 جنيه وفي 600 جنيه و700 جنيه، يعني أقصى حاجة 1000 جنيه. أقصى حاجة اليوم 1000 جنيه، ده في الشقة العادية. العشة دي يا جماعة يعني هي شقة بس بتسمى هنا عشة، لأن هي شقة هنا مش صغيرة برضو قوي يعني، مش يعني وسط كويسة، يعني بتاع حوالي 60-70 متر. هنا بيسموها عشة، عندنا في مصر بيسموها شقة. هنا منظر جميل جدا، رائع جدا جدا بصراحة. طبعا هنا بصوا هنا الشط مش نضيف قوي، بس عشان خاطر مفيش هنا حد بينظف باستمرار، لان مفيش مصايف. بس برضه الشط مش وسخ قوي يعني، بس كويس حلو ما شاء الله. النهارده المية جميلة جدا. الشط ده يا جماعة جنب اللسان برضه، يعني هو مش بعيد عن اللسان، جنب اللسان، لازق في اللسان. ما شاء الله هنا الحياة جميلة جدا جدا. تيجوا كده بإذن الله تصيفوا تستمتعوا بجمال راس البر وحلويات راس البر. أحسن بقى يا جماعة هنا بالليل، يعني اللي عايز يجي مثلا هو وخطيبته كده ولا حاجة، ياخدها انجاجيه ويجي هو وخطيبته هنا بالليل مع أكلة جمبري كده جميلة حلوة، أكلة أسماك جميلة. يلا المية جاية عليا، بيستمتعوا هنا مع الجو الجميل. ودي يا جماعة نهاية حلقتنا النهاردة بجمال وحلويات راس البر. رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معانا بريفيو سريع عن راس البر وجمال راس البر. أتمنى لكم كل السعادة والتوفيق
واتمنى ان انتوا تيجوا هنا راس البر ان شاء الله وتستمتعوا باحلى متعه مع راس البر وجمال راس البر والبحر. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه.